انا برضه هتكلم مع الناس هنا في الاول كانترو عشان اخش اتكلم معاهم هنا. تقول ايه ده؟ تقول له جابكم هنا؟ ايه دي مش فكره. فكره شيقه لبدايه الحلقه صح؟ سكواد بقى وفات هنعمل ايه؟ انا مش عارف، وبما اني مش عارف وتقريبا كل الناس راحت، فانا هخش اقلب اشوف اللي موجود، لو في حاجه موجوده نشوف ايه اللي بيحصل. ماشي. كالعاده عزيزي المشاهد انا بخش ايه اللي قدامي واللي الناس بتبعته، فانت لو مهتم يعني عاوز تبعت حاجه اللينكات تحت في الديسكريبشن ابعت. عاوز تعمل لايك اعمل، بص اللي انت عاوز تعمله اعمله، انا زهقت. يلا نقول الو. ايه الشنب ده؟ ده انت ايه خبر يا ابو عمو؟ هو فعلا ابو عمو. في ايه؟ ايه ده القط البلدينه، ده مش القط البلدي، ده القط البلدينه. ايه اللي انا بقول؟ ايه السخافه اللي انا بقولها على يا نهار ازرق على غير كده بيض؟ انا كده اهي. يلا ما نعملش اي حاجه ولا اي حاجه، بس كده توصل. هيقع دلوقتي على وشه ويقوم سايبه. يا ريته سابه. يقول لك النسوان بتعيش اكتر من الرجاله ليه؟ اهو واحده سوبليك سيتي. انا دايما اقول كده، ابن الحلال مهما الدنيا زنقت عليه مسيره يركب ويدلدل رجليه. ابعتها له من مساكن الساقية، ابعتها له من اي حته زي ما يا حاج. يعني الدرجات من زمان كده كلها انا بلاقيها خصام. عندك حق والله يا كزبره. التالي هو ايه حكايه بقى؟ نخش في التمثيليات اللي يعني هو التايم لاين بنقف على حاجه يعني اتفضل يحرق ميتين الخوارزميات. انا في ثانوي ما كنتش بحب الاحياء. عارفه ليه ما كنتش بحب الاحياء؟ اللي يا اخويا سقطت فيها اكيد يعني. الناس كلها بتحب تلعب في الاحياء، دلوقتي بيلعبوا في الاعضاء. عشان المدرس بتاعي كان بيجيب الضفدعه ويقعد يشرحها حتت صغيره قوي. خلي بالك من نفسك يا سميره. ايه ده؟ هو طب ايه المعلومه؟ وسميره تخلي بالها من نفسها ليه؟ يا سميره ضفدعه، سميره ضفدعه متحوله زي الكرتون كان. انا ايه العبط اللي انا فيه ده؟ انا الحاجات دي بتجيب تخلف عقلي على فكره يعني. يلا انا مش عايز اتكلم، بقول لك ان هم الناس ما مش ماشيه في الشارع بتتكلم نفسها من فراغ. التالي خش بقى. احنا خلاص انا دخلت الحقبه بقيت ابيض واسود، مش هينفع. اتفضلوا اكيد في حاجه. البقيه بحياتك يا بنتي. بابا شد حيلك. انا اسفه يا دكتور تعبتك معايا. معلش يا بنتي البقيه في حياتك. هو ايه السهوله دي؟ هو ايه السهوله دي؟ انا هطلع فوق اكتب شهاده الوفاه. بس كده خلصت خلاص يعني انتهينا. انت رايحه فين؟ رايحه فين؟ ابوكي فوق مات. طب ايه ده؟ هو كانوا بيفكروا في ايه يعني؟ او كانوا شاربين ايه، متعاطين ايه قبل الفيلم؟ في حاجه يعني، ما في حاجه. ده نوع جديد ما حدش نزل في السوق، ما حدش جربه قبل كده. التالي انا مش هتكلم عشان انا بعمل حاجات ألعب من كده. التالي احنا بنلاقي فيها طعم ونكهه جميله جدا. سؤال بقى. اتفضلي. لما باكل المانجا ازاي اطلع الشعر من السنان بعد يعني حلوه وزي القمر، ودي اهم مشاكلك. دي حاجه في منتهى ياه. التالي لا دي اخر حته في السندوتش ده. دي اخر حته في انت فاهم انت عملت ايه؟ انت قتلت الفرحه يا معلم. ما خلاص استعوض ربنا بقى، اقول لك ايه يعني. خلاص مش للدرجه دي، مش للدرجه دي يعني. لا مش للدرجه دي، ما كانش واحد بيتكرع يعني في شويه غازات. هو بطنه اوسع ولا الخلا؟ ايه ده؟ انت اوفر قوي. لا يا عم. التالي كده برضه يا قمر توعدني عالسهر كده. ايه ده؟ برضه يا قمر توعدني عالسهر كده. كله بقى في الزحليقه، كله بقى في الزحليقه يعني. يلا يعني يلا مشروع هو ايه المشروع؟ ايه QR كود بيدخلوا مثلا تسحب البطاقه؟
سحبوا التليفون كله، ما سحبوش البتاع ده، سحبوا التليفون كله. التالي ايه ده؟ هو في حد يحط الموس في الشارع كده؟ طب ماشي، انا مش عارف هو انا المفروض لو وقفت على الفيديو ده هيبهدل لي التايم لاين صح ولا ايه اللي هيحصل؟ انا مش انا لين، بس انا هتفرج يا والله ما خساره فيك يا في كنت خلاوي. كويس عشان انا جعانه اصلا. افلام مارفل ما تعرفش تعمل التحول ده على فكره. 30 في 30 ب 9000. 9000 ب 900. ايه اف الذكاء ده؟ جبتها غلط يا كابتن، ولا هي كون ان هم بتخلي اللي حواليك اغبياء؟ ب 9000 بقى مصطفى هلاهطه يعرف يجيب وانا لا. انا انت ولا عرفت تجاوبي وبتكتبي الكلام على الموبايل غلط يعني 30 في 30 ب 900 مش ب 9000. ما عليكيش يا ريم تقول عليا كده، انا مش هلاهطه. خلاص يا اخويا لا هذا لا مش لا يا ابني، انا دماغي على قدي وانا راجل كبير في السن وانا اسف امسك كل الزباله اللي في الكافيه. انا قلت احنا هنخش في العالم ده مش هنطلع منه. انا عاوز اشتغل في حته من اللي انتوا فيها، يعني الفلوس بتترمى في كل حته الا يعني الفلوس عندهم في العالم ده، عشان تبقى فاهم معايا كده، عشان انت شكلك جديد في الدنيا. الفلوس عندهم موجوده في اي حته غير في يعني غير في الخزنه، غير في البيت، غير في البنك. ممكن تلاقيها في العربيه، ممكن تلاقيها في سله الزباله، ممكن تلاقيها في مخده، ممكن تلاقيها في الحمام. هما بيحبوا يخبوا فلوسهم في حتت غريبه، عادي يعني ممكن تمشي في الشارع كده. انا عاوز اعيش في العالم ده والله، نفسي. عاوزك تاخدهم وترميهم وتكنس قدام الكافيه. ماشي يا باشا. فاهم؟ ماشي. خد ال 20 جنيه دي ليك انت. ماشي يا باشا. يلا خد بعضك وامشي. محمد، ايه يا امي في ايه؟ هو انت كنت بتعمل ايه؟ كنت برمي الزباله بس. طب عايز كان بيرمي الفلوس اللي انت محوشاها، يعني اكيد الفلوس دي بتكون محوشاها وهو رماها بالغلط. الايه الراجل التاني خدها بس ايده وشه وظهره واتكل على الله، راح جاب له شويه كتاكيت من الفيوم يربيه. لكن الناحيه التانيه عشان نسلم المرتبات للعمال اللي شغالين. تمام ماشي. صح، النهارده اخر الشهر. فلا هل هتطلع دي فلوس ومرتبات وهو اكتشف ولا ايه اللي هيحصل؟ ما تيجي نشوف. لازم الناس تاخد المرتبات بتاعتها. صح. طب ماشي، اتفضلي يا امي. خلاص يلا تعالى. طب دلوقتي ميعاد القبض اياه. لا انا اركن دول روح خد القبض. تركن دول ايه؟ دول اكتر من القبض يا كابتن. بقى كده ارجع اخذ الزباله اروح ارميها. هو ما يعرفش اصلا ان هي فيها فلوس. يعني انتوا الاثنين اعمى من بعض، واحد ماسك كيس واللي بيرمي الاثنين عميان. دي دراما العميان فعلا. يلا يا امي ندم على العمال اللي شغاله معانا في الكافيه عشان نسلمهم القبض بتاعهم. ماشي. محمد، عاوزك تقولي لي محمد القبض بتاعه كام؟ 3000. 3000. بقول لك زود لي 500 عشان شايف شغلك. ضحكوا عليك 3000 ونص ضحكوا عليك. هات 3 دول. 500. يلا يا عم خد 500 اهو. يا احنا في منتهى الكرم، روح هات لك بيهم سندوتشين من عند كرم. 3600 مش 500. ماشي. الراتب بتاعك؟ مين تاني كده موجود معانا في الكافيه؟ الراتب بتاعك يعجبني فيهم لغتهم العربيه السليمه. لوشا من نزل بالشورت يا ولد الله. قاعده هدير. كم المرتب بتاعها؟ 3000. 3000 ماشي. نعم. ما تديهاش بقى دي 500 ولا؟ هدي لها 500. طب ما نقبضهم 3 ونص بلاش الذل، يعني بلاش انا عامل لك مكافأة اهي. هو مرتبك بس انا عملت لك فايت مكافأة. اتفضلي. خلاص 500 جنيه تاني برضه؟ 500 ايه سياسة جنيه. راس المال المعفنة دي؟ شغلها بس معلش مش مشكلة. ادي 500. واحد شايف شغله فتديله فلوس، انت مش شايف شغلها برضه هديك فلوس. انت ما دام في العالم ده هتاخد فلوس. انا نفسي اعيش معاك والله في هذا العالم. 500 تاني. ادي 500. شوفي شغلك. خلاص ماشي. يلا روح. كده في مين تاني يا امي؟ كده مفيش حد تاني. خلاص هات الفلوس. ازاي؟ مش في عامل نظافة شغال معانا هنا؟ وانت عايزني عامل نظافه اديله فلوس ولا ايه؟ هنا تتحول من اللي بتدي 500 للامراه العنصريه. ده بيكنس بره. طب حتى لو بيكنس مش بيكنس قدام الكافيه بتاعنا؟ ايوه ماشي بس بينظف معانا؟ اي زباله في الكافيه مين بيرميها غيره؟ يا ابني هو بيخش والناس اصلا بتراضيه يعني انت رضيتي دول كل دول ب 500 وجت على الراجل الغلبان اللي بره. طبعا هيطلع امين وهيرجع لكم الفلوس وانا حرقت القصه وهتقولي ياه انا ازاي عملت كده، انا لازم اديله فلوس، لا انا لازم اعتذر له، هو انا ازاي بمثل.
كفايه، انا فهمت القصه، انا شكرا، سكيب الفيلم ده، انا اسف والله، انا اسف، شكرا. من الذي قام بنشر الشرطة على المنشر دون أن يعصره وأزعج أم بصل اللي تحتينا؟ يا سيدي، ادي الوشه واللغه العربيه، ازعج ابو بصل اللي بتعمله في دماغك ده. يا على القلم اللي على الهوا، اديها قلم تاني على الهوا. اتفضل بص على ايد امي يلا. بصي يا من اول ولا هو انتوا عايشين على الهوا؟ تحكوا كروت شحن على الطاير وفي كله على الهوا كده. وايه الساعه انت لابسه على الفستان؟ ايه القرف ده؟ وانت حافي ليه؟ انت حافي؟ هي ناقصه؟ هو في ايه؟ انتوا فين؟ هو يبقى لطنط اسمي ماما. خش يلا. ايه يا يما؟ ايه يا وليه؟ نورت بيتك يا عروسه. ماشي يا محمد، تعمل في ايه ده نورت بيتي ايه ده؟ انت نورت وشها. اتفضل. كله وتخليني ابص ايد امك؟ ماشي. اديني امي عملت لك اللي نفسك فيه. هو انت الاستاذه جواهر؟ يعني انت الاستاذه جواهر صح اللي كنت في الفيلم؟ يعني علاء ولي الدين صحي تاني ولا دي الاستاذه جواهر اللي كانت بتلعب دور علاء ولي الدين ولا ايه؟ وضربتها لك وخليتها تبوس على ايدك. انا عاوز اعرف بس، يعني انت يعني لو انت كنت عريس مثلا وهي لابسه فستان زي الزفت زي ما انت شايف وانت لابس بدله، يعني الله ماشي مش مهم، انت جاي دخلت حافي كده ازاي؟ راجل وابن راجل طبعا، امال انا ما عرفتش اربي؟ لا ده انا انت صعبان عليا حتى في يعني في المنظور السينمائي امك واخده منك الكادر، فيعني نقي امهات اقل من كده شويه حجما عشان بس مساحه. انا اسف والله، حتى مساحه الفيديو كبيره وانا بنزله، فيعني عرفت اربي كمان. انا اهم حاجه عندي رضاك، بس انا زعلان يا اماي. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان اختي امنيه ما رضتش تيجي تحضر فرحي. هو انتوا قاعدين بتناقشوا في ايه وانت المفروض دي ليله دخلتك وفيها كراسي المفروض تتفتح وفي يعني حاجات، وقاعده معاكم في البيت ليه؟ ايه؟ الله اعلم ايه الظروف اللي عندها، ربنا يستر يا ابني، يمكن تعبانه. الباب بيخبط، شوف مين يا محمد. ايوه يعني اكيد اخته اللي ما جاتش الفرح جايه تبارك له. هات العوايب سليمه يا رب. واه يا محمد أختك عندك ما بتسمعش الكلام، بترد عليها كلمة بكلمة، بترد على أمك كلمة بكلمة، وما بترضاش تنزل تخدم أمك. طب بس استهدى بالله ابو النسب وتعالى. يعني افهم من كده ان دي قصه بقى ان هي اتردت لها في بنتها. اما قصه يا مش مكمل يا بنتي يخرب بيتك ستك. هنا بقى بنعلى في الديكور شويه، يعني هنا بنعلى في الديكور لان هم الشقه انضف شويه من الشقه الثانيه المقرفه اللي هم كانوا قاعدين فيها دي. مش عارف هم كانوا عايشين في الشقه دي ازاي ومين النجار اللي عامل القرف ده، بس هنا علينا في الديكور شويه. والناس بقى انت بتتكسف ولا ايه؟ لا بأحرج. ايه ده؟ الباب بيخبط، انت مستنيه حد ولا ايه؟ ده زمانه اسلام. يعني يكون مين يعني؟ اكيد مستنيه جوزي، يعني اكيد جوزي اعمى وانا مستنياه وبستعماه. جوزي عادي مع اني بستعماه وانتوا قاعدين بالجزم لسه، بس يلا كده ان هو ما بيشوفش يعني. طيب ماشي، قومي افتحي له. طيب انت عارف ما انت بتيجي كل يوم وعارف ان هو اعمى، جت دلوقتي تندهش. ربنا يستر. حاضر. الحمد لله وصرفين وباب مصفح وايه، اوعى على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك يا حبيبي. اسندك تعالى. رحت العملية؟ لا يا لا مش باين والله على وشي خالص ان اعمل عمليه، مش باين ان انا فتحت خالص. يعني هو بس احنا لازقين القطن ده عشان ما ايه، قال لي يعني عشان لو فتحت تبقى فاضلك لسه اعمى يعني. وبعدين احنا هنتكلم على الباب، ادخل بس الاول وافهمك كل حاجه. ماشي تعالى مسندك. تعالى يا حبيبي. تعرفي انك وحشتيني قوي يا حبيبتي والله. وانت كمان والله، بس انت اتأخرت عليا قوي. معلش بقى، ما انا كنت في المستشفى والله، والمفروض العمليه كنت اعملها النهارده والدكتور اجلها الاسبوع اللي جاي، مع اني زعلان منك يا شهد. بقى تسيبوا جوزك يروح المستشفى يا ما انت كل مره بتيجي وهو عارف ان هو اعمى، جاي تختبره يعني كده، انت بتختبره يا المره دي فاق يعني لوحديه وما تجيش معايا. معلش انت عارف النهارده كنت تعبانه وما كنتش قادره اجي. الف سلامه عليك. طب ما
ما اتصلتش كنت انت عادي، انت دي مراتك ولا انت اللي بتخون جوزها معاها ولا انتوا فين ولا ايه؟ ما انت اكيد عارف ان هي عيانه فعشان كده ما اتصلتش معاك. ما اتصلتش بيك ليه بقى؟ ها هتقول ايه؟ ما قلتش على مامتك ليه او حد وداك المستشفى؟ لا على نعمة الكلام بيطلع ده على الطلاق ما في كلمه مكتوبه. ده هو قال النهارده احنا هنتكلم عن ايه؟ واحد عم بيتخان. ف معاك الحديده ودي احسن دلوقتي. ماشي يا حبيبتي، انت عامله اكل ولا هنتصل؟ لا عامله الاكل. بس انا الصراحه بقول لك يعني ان هو انت يعني تستاهل تتخان الصراحه. بس بقول لك ايه، تليفون ثواني كده، لو سمحت يا حبيبتي طلعي لي رقم ضمضم. ايه ليه سيف يعني ده ضمضم. يا حبيبي؟ مش لازم تعرفي. عايزه في حاجه يعني مهمه؟ انا هقول لك بقى وخلاص. في الحقيقه كنت واخد منه 10,000 جنيه سلف بتوع العمليه. ما تلاقوش بتوع العمليه، طلع راضيك. الدكتور اجلها الاسبوع اللي جاي، وانا بيني وبينك كده اتصرفت في فلوس، فعايز بقى ان انا اتصل بيه اجيبه واديله الفلوس بتاعته عشان لما احتاج حاجه تاني. ده ايه العالم ده ايه العالم ده اللي بقول لك جميل. خيانه وفلوس وتعالى ايه؟ هتعشيه بالمره؟ هتعشيه صح؟ قول لي ان انت هتعشيه. ماشي يا حبيبتي، ويبقى جهز لنا اكل بقى عشان يجي ياكل. عيب هو انا بتاع بليله؟ انا قديم في الشغلانه. عيب والله انا مش بتاع بليله. انت عارف ضمن ده اخويا. حاضر. هو صاحب لانش صاحبه ايه؟ عشوائيه وفلوس مش يعني بقى أنا... انت عارف بقى. مايك انت كده اتصلتي؟ طبعا هتجيبه وتقول له انا فتحت وترن عليه فينزل من بره، وهو المفروض يكون خرج يعني. لو ما خرجش يبقى يخرجه عشان نكمل بقيه التمثيليه عشان انا زهقت. ماشي؟ حضرتك يا يوسف ما بحب. هو ايه الفوريو باص خالص. اتفضل ديها في عارف طبعا يا حبيبتي والله. طب يا استاذه يا كابتن يا انسه يا اللي قاعدين، هي وقفت التايم؟ هو ده دكتور سترينج؟ النقطتين التانيين ما جوش في عينه، هو قفل فما جاتش، مش هيفتح 100%، هيفتح 22% كده. شفت ايه تشوش؟ بعدين هتعرف. انا اتدرت فين؟ ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ انت فتحت حبيبي. نضارتك اهي يا حبيبي اهي. طب مش يلا عشان نروح عند الدكتور، احنا اتاخرنا. يلا. ده انا فتحت في ثانيتين. ده انا دكتور سترينج جت فتحتني في ثواني. هو ايه اللي انا شايفه ده؟ هي دي جزمه ولا دي لنترا ولا ايه ده؟ ايه ده كله؟ يعني ليه؟ انا هتأزرع وانت كمان ايه ده؟ ايه يا جدعان؟ ثانية واحدة يا حبيبي. حاسب بقى وانت بتمشي كده حضن عشان ما تو ايه، عشان برضو اهلا صعبه في الصوت. نورت العياده يا استاذ يوسف. حبيبي شايف الدكتور يعني على مهلك. رفع الدكتور. اي على مهلك بالنيله. شايف منظر دكتور. ده دكتور قد الدنيا. انت مش فاهم حاجه انت. اتفضل يا دكتور. ازيك يا دكتور فهمي؟ عامله انت ايه يا استاذه ملك؟ الحمد لله والله كله تمام، كله ماشي بفضلك. طبعا هي بتديله فلوس اكيد عشان يعميه يعني هو. يلا اي حل بس. هو انت بتشدي التيشيرت ليه؟ هتشدي التيشيرت ليه وانت بتتكلمي دلوقتي؟ ليه ها؟ سفر يوسف حتى بره يرجع يشوف تاني. انت عارفه يعني يا استاذه ملك، لو كان في ايديا حل كنت عملته من بدري. لازم اسمع الراجل ده ان هو يفضل اعمى طول حياته. انا ما اقدرش افيدك. يعني ان الخير كتير، ما تقلقيش على استاذ يوسف. انا دلوقتي هطمن عليه واشوف حالته وصلت لفين. اطلعي انت بس بره كده وخدي راحتك على الاخر. يلا كمان سايب لك العياده بره اهو. انت والراجل البرتقالي اللي معاكي ده يلا هياسوا بره لغايه اما ايه اضحك على الراجل ده. هو في تسلمي يا اصيله، يخليكي ليا. عامل ايه يا استاذ يوسف؟ ايه الاخبار؟
هو حتى الدكتور لابس مدرعه في هو في ايه؟ هو ايه العالم يعني؟ انتوا عايشين فين عشان تمشوا بالكلام ده؟ ولا ده عشان المطبات؟ ولا انتوا الطريق عندكم مش مرصوف؟ انا زي الفل يا دكتور فهمي. ايه ده؟ بص بقى هنتفق اتفاق انا وانت مع بعضينا. ايه ده انت فتح؟ يا كنتش اعرف ان انا امثل كده الدور ده. اتفضل. فهمتنيش كل حاجه حاصله فيا، اقسم بالله ما اوريك نور الشمس تاني. اقسم بالله هركب الانتر اللي راكبها دي وادوس عليه. بص يا استاذ يوسف، الصراحه كده انا ماليش دعوه باي حاجه. مراتك انا يا دوبك باخد فلوس منها عشان اضحك عليك. ملك هي اللي عامله كل حاجه. مش بس كده، انت عارف يا ملازمه مين؟ صاحبك وشريك. معلومه جديده ما هو ما يعرفهاش، بس هو مش مفتح وشايفه. معلومه كده اضيفها في كتابه معلوماتك. عمرك قصه السيف وبيضحكوا عليك. انا قلت لك الحقيقه اهو، اهم حاجه اوعى تاذيني في شغلي. طب ماشي، انا المهم يعني انا برضو في النهايه في التمثيل دي ما بعرفش هم طب هتعمل ايه؟ قول لي هتعمل ايه؟ بقى عندي دلوقتي انك تقول لها ان انا مش هعرف اشوف تاني، وتزود لي جرعه الدواء اللي هي بتدهاني. عايزك تنيمها على الاخر، وعايزك تعرف لي السبب ان هي بتعمل كده ليه. لا هم كده مش عاملينك، هم كده يعني قلت لك حقن تخلف. ده مش عمى، ده مش عمى خالص. انت المفروض تروح تكشف عند دكتور تاني، عشان كده مش نافع. انت هتاخد العربيه دي برضو هو يعني، بس ما تسرعش بس عشان عينيا ليك يا استاذ يوسف، بس بشرط لازم تحل بقي زي ما استاذه ملك بتعمل معاه بالظبط. ما هو تحليل بقى ده انا هحلهولك فعلا بقى يا دكتور فهمي، ان انا سامحك على اللي انت عملته فيا ده كله. عاجبك ولا مش عاجبك؟ لا انا قلت لك اهو، لو مش عاجبك هركب الانترا وادوس عليك. لا عاجبني يا استاذ يوسف. اتفضل انت بس كده، اعمل نفسك ان انت مش شايف تاني، وانا اروح اقعد على المكتب نشوف القصه دي. يا استاذه ملك يا ترى هيعملوا ايه؟ طب كويس، انا والله ما كنت عايز اكمل يعني. انا الصراحه لا مش ما يا والله انا نفسي اعمل كده بعد الشغل. والله نفسي اعمل كده بعد الشغل قوي. ولان مع المفاجاه الكبرى خد. والله نفسي، مش هينفع. طبعا انا مش هنزل بيت طماطم غير لو البصله اخدت اللون الحلو الجميل، اللون الذهبي الحلو ده. لا ذهبي ايه ده؟ لا انت كده محتاجه تتعالجي. لا كده الموضوع في حاله يرثى لها خالص. ذهبي ايه يا نهار ازرق، الله يكون في عونه. التالي الكلام اللي انا هقوله ده في غايه الاهميه. تمام، دلوقتي احنا هنحل مشكله ثقب الاوزون اللي في العالم. انا ما استاهل يعني كده تاكل شاف جديد على الدنيا. تعالي اتفضلي. الفكره كلها صح؟ ان العالم يتحد. دلوقتي ادي الاوزون ماشي، وادي كوكب الارض، الثقب هنا. تمام، احنا دلوقتي عايزين نجيب كوكب الارض هنا عشان يبقى الثقب هنا. تمام، فاحنا دلوقتي لو العالم كله اتحد كلنا مره واحده عشان نجيب كوكب الارض هنا، هنقف ولا نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ كلنا مرة واحدة نعمل. السوشيال ميديا ما خلتش حاجة، نعمل كلنا 1 2 3 في العالم كله، كل واحد بقى بتوقيت معين. يعني مثلا الساعة 4 بتوقيت مصر، العالم كله يعمل ازاي؟ كده. فهمت هتعمل ايه؟ بكرة الساعة 4 نعمل كلها كده. ولو ما عملتش كده عليا نعم هنزل اجيبك من بيتك. ما احنا عاوزين نحل مشكلة ثقب الأوزون دلوقتي. فيعني ايه ده؟ التالي ايه ده؟ هو في هي ما كماش. السلام عليكم يا جدعان. ولا تقول لي شبيه امبابي ولا تقول لي شبيه فان دايك. انا معايا شبيه لطفي لبيب ده ولا ايه؟ هيكتور سلامانكا. سلامانكا. يلا بص، اي حاجه عندنا في منها وفي منها وممكن تروح تجيب جوده، وممكن تروح تجيب جوده انت يعني في الاخر برضه يعني. وانت بتجيب وبتعمل برضه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان ايه؟ نكبر كده، نغير المحتوى، نعمل حاجات اكتيفيتي يا سلاحف.